من شخص ضعيف جدا غير قادر على هزيمة أي شخص لفارس عظيم بيدمر أعدائه. دي بقى حكاية بطلنا انكريد، أتمنى تعجبكم. عارف طولت عليكم بس علشان الدراسة فاعذروني، وإن شاء الله أرجع لكم بقوة بعد ما خدت الأجازة، وهحاول أنزل يومي بإذن الله. فاعملوا لايك واشتركوا في القناة علشان أكمل الحكاية، وبعد ما تشوفوا الحكاية هتلاقي في نفس اللحظة نزول تصويت في المنتدى، واللي هيكون هل أكمل الحكاية ولا لأ، وعلى حسب التصويت ده أنا هقرر هل هكملها ولا لأ. ويلا بقى نبدأ. بتبدأ حكايتنا وبنشوف فارس بيهجم على شخص وبيقول طعنة مثالية، وبيكون الشخص ده خايف جدا، وبيقول الشخص ده رأس النسل الذي رأيته 17 مرة، وبيغمض عينه وبتكون النهاية هي الموت، وبيقول هزمت 17 مرة. وبنعرف ان بطلنا عنده مهارة، والمهارة دي بتخلينه يرجع بالزمن ويخرج من جسمه قبل ما يموت. وبيقول بطلنا لو انا كنت اعرف استخدم النصل اكتر من كده كان زماني ممكن افوز. وبنشوفه هو واقع على الارض ومهزوم هزيمة ساحقة، وبيكمل كلامه بيقول لو كنت اقدر ابذل المزيد بالجهد. وبنشوفه هو مرمي في الارض، ربما لم اكن لاموت هنا. وبنشوف فانوس وهو متعلق على سلسلة، وبيكلمه حد وبيقول له هل هذا ما تظنه حقا. وبنشوف بطلنا واللي بيكون فاتح عينه، وبنشوفه غائب في الظلمات، وبيكمل الصوت ده وبيقول له استمر بالمعاناة، اشعر باليأس واستسلم. وبيقول بطلنا شعور الوقوف امام جدار لا يمكنك تخطيه هو شعور مؤلم، ولكنني لن استسلم. وبنشوف انه رجع بالزمن تاني، وبيكون في صوت ضرب، وبيصحى صاحبنا تاني وبيقول صديقه في الفرقة انت صحيت بدري يا قائد الفرقة. فبيقول له انكريد ريم توجد حشرات في حذائك. فبينصدم انه عرف وبيدوس عليها وبيموتها، وبيقول له انت بتهزر معايا. فبيقول له انكريد اصمت، انا شفته قبل كده بيزحف للداخل. وبيقول جوه عقله المرة دي هي 18 الذي ارى فيها جثة هذا الصرصار، انا شفتها مرات كتيرة، يا ترى هي دي النهاية. وبيحكي انكريد قصته وبيقول لقد امسكت بالسيف عندما كنت صغيرا وكنت بارعا، وتعلمت المبارزة من جندي متقاعد أتى بالصدفة للقرية. وبيقول الجندي المتقاعد مدهش انكريد لو انت بالمهارة دي هو انت ممكن تكون فارس. ومن وقت ما انا سمعت الكلمة دي بقى حلم ان انا ابقى فارس. هو انا فعلا ممكن ابقى فارس لا يقهر بقوة 10,000 شخص، فارس يمكنه ذبح الآلاف من الاشخاص لوحده وتغيير مسار المعارك، بطل لا يقهر للمملكة، البطل الذي يمكنه انهاء الحرب، سنسميه فارس النهاية. انا كنت فاكر ان انا بطل القصة اللي غناها العازف المتجول لنغادر القرية ونصبح ابطالا. وقتها بنشوف شوية ناس بيتريقوا عليه، وبيقول الشخص ده رأيت سقوط المبتدئ سابقا. وبيقول واحد تاني الجمال الذي يخاف من كلب بريء يحلم ان يصبح فارسا. وبنشوف صديقنا في الزاوية، وبنشوف صاحبنا وهو بيعالج نفسه وبيقول انا من وقت وانا سبت القرية وانضممت لفرقة مرتزقة عرفت ان موهبتي ليست مميزة كما قال الضابط المتقاعد، لكن كان الوقت مبكرا على الاستسلام. وبيبص للسيف، وبنشوفه هو بيضرب وبيقول العمل الجاد دوما يكافئ صاحبه حتى لو لم أكن موهوبا، لطالما لدي الوقت والمجهود يمكنني التغلب على كل شيء. وبنشوفه هو قاتل ثعبان، وبيقول انه اكتسب الخبرة وانه امتلك القوة والقدرة لأكون معروفا لمن هم حولي، انا اصبح اقوى، يمكنني ان اصبح فارسا. لكن هذا الامل تبخر تماما سرعان ما تحطم. كان في طفل في القرية اللي مشيت بيها طلب نزال ضدي وفازني بكل سهولة، كان عمره 12 سنة بس، وبدأ تعلم المبارزة لما كان عنده 6 شهور بس. الأحمق الذي قضى أكثر من عقد من الزمن وهو يحمل سيفا إلى النقطة التي تحطمت فيه كفاه. الولد الصغير ده هزمني، هذا الشخص الذي حاول الكثير والكثير هزم من قبل طفل أمسك بالسيف قبل 6 أشهر. هذه نتائج كل عمل الشاق، ألا توجد طريقة حقا؟ أريد أن أصبح فارسا. يخسر الجميع مني قائلين إن هذا حلم مستحيل، لكن مع استغراق وقت أقل من الآخرين في الأكل والنوم حتى أوجح السيف مجددا ومجددا، ويوما ما سأصبح فارسا. وبنشوفه هو بيضرب على الشجرة وبيكون ميت من التعب وعمال ينزل عرق. بنشوف كل الضرب اللي في الشجرة وبيكون كتير جدا، وبيقول حتى لو لم أتمكن من أن أصبح فارسا يمكنني على الأقل أن أصبح مرتزقا مخضرما. وبيقول كده وهو متعصب وجايب اخره بيزعق بقى على صوته وهو بيضرب في الشجرة. وبعد 3 سنين بتكون الحرب على ابوابها، والفصائل ال4 للشركات ال4 بدأت الحرب، وانا بقيت قائد فرقة معروف من الرتبة الثانية، افضل مركز يمكن الحصول عليه بعد تدريبات العديدة. مع ذلك كوني جديا للمعركة افضل بكثير من كوني مجرد مرتزق. بيقول انكريد لصاحبه ان يقوم بعمله الصباحية من اجله النهاردة، وبعد كده بيروح لصديقه التاني وبيقول له انه يعلمه مهارة قلب الوحش وانه عايز يتعلمها مرة تانية. فصاحبه بيستغرب
وبيقول له انت مش انسحبت لما قلت لك تتعلمها المره اللي فاتت؟ انت فاكر ان حاجه تتغير المره دي؟ والقتال بيبدا مره تانية. قتال نويلا ضد أسبن بدأ مرة أخرى، وبيكون ده الفرس اللي واجهه في المعركة قبل ما يرجع للزمن وهو اللي موته، ولكن رجع في اللحظة الأخيرة. أنا رجعت بالزمن وعدت نفس اليوم مرة تانية. بالرغم من تعلمي قلب الوحش في كل مرة أعود فيها، ما زلت لا أستطيع تجنب السيف الذي يطعنني. اليوم بالتأكيد هتعلمها. دقت طبول الحرب والجميع يستعد. ها هي الحرب على أبوابها. وبيقول أنكريد المرة دي هي المرة 21 في ساحة المعركة، وبيكون أنكريد بيقاتل واحد من الأعداء بيرمي عليه رمح. وبيقول أنكريد لقد حفظت تماما الأحداث الحالية، وبيتفاداها على آخر لحظة. وبيقول تجنب الرمح الآتي من خلفي التالي هو هجوم من خلفي، وبيصد التاني. وفي العضو من الفرقة سيموت قريبا، وبيكون سهم مضروب عليه. وبيكمل كلامه أنكريد وبيقول لكن هذه المرة لن يموت. وفعلا بيصد على آخر لحظة، ولكن الجندي اللي كان بيقاتله هجم عليه لما لقاه مش مركز، وبيلحقه أنكريد على آخر لحظة. وبيقول إنه نجح على الرغم من إنه منع السهم الأول وتجنب الهجوم التالي مباشرة. لقد أكملت هدفي الأول لهذا اليوم. وبيبص وهو بسرعة وبيقول ما تبقى الآن هو هذا السياف الحقير الذي كاد أن يقتلني في المرة السابقة. وفعلا بيبص لأنكريد ببصة قوية توحي بعدم الخير أبدا. وبيقول أنكريد دائما ما ينتهي بي الأمر في مواجهة هذا الورد دون فشل. هذا هو الذي هزمني في الماضي. وبيكون الفرس متوجه ليه وأنكريد مستعد له، وبيقول إنه طعنه 21 مرة لغاية دلوقتي. هذه المرة سأنجو. وبيفتكر صاحبه بيعلمه المهارة، وبيقول له بص لو قفلت عينك في وقت المعركة هتموت على طول. لازم تكون شجاع ولا تظهر علامات الضعف بسهولة. لازم تبقى شخص ما يعرفش معنى الموت تماما كالوحش. وبيكون في اللحظة دي الفارس بيهجم عليه وخلاص قريب من راسه علشان يقتله. وبيكمل كلامه صاحبه وبيقول وحش لا يعرف معنى الموت. وبيقول أنكريد هو أنا خايف فعلا من الموت؟ كلا، الموت يجعلني أقوى. وقتها بيهجم عليه الفارس، وفي اللحظة الأخيرة أنكريد كان هيموت وقلبه عمال يدق. وبيقول أنكريد ولأول مرة اليوم في محاولتي 21 اتجنبت سيف الأول مرة. وبيهجم أنكريد عليه والفارس من الناحية التانية، ولكن النتيجة كما هي. الفارس بيحط السيف على رقبته وأنكريد كان متعصب، وكما هي النهاية المتوقعة. أنكريد كان خلاص قرب يموت وفشل فشل ذريع. وفي البعد المظلم بتاع أنكريد بيقول أنكريد في اليوم ده الذي لا ينتهي لقد حصرت أشعر بالألم واليأس. وبيقول له صوت غريب استسلم، اصعد على متن القارب، اقبل ضعفك وخذ الأمر ببساطة. وبيكون أنكريد خلاص هيستسلم، ولكن على آخر لحظة بيقول لا، لن يحصل هذا أبدا أيها الأوغاد. وبيرجع تاني بالزمن وبيحصل نفس اللي حصل. الطبول تاني بتدق، وبيقول أنكريد لصاحبه نفس الكلام. وبيقول أنكريد أنا أتقدم خطوة بخطوة، سأتحدى الأمر مجددا في محاولتي 22. وفي المرة 33 من عودته بالزمن بيكون بيقاتل نفس الفارس، وبيقول إنه يستطيع أن يشوف ده بوضوح وإنه يروق سيفه قبل إنه يوصله، ولكن بيفشل. وبيتعصب صاحبنا جدا وبيقول إنه سريع جدا، وبيقع على الأرض منهزم، وبيقع الكنز اللي كان لابسه. وعلشان نعرف إيه قصة الكنز ده تعالوا نرجع شوية لورا. أثناء عمل أنكريد كمرتزق إنه بيقتل الذئاب، أنا أخذت بعض الطلبات لإخضاع الوحوش. ما كانش الموضوع كما لو إن أنا اللي كنت عايز كده، ولقيت هناك قرية عشوائية حيث طلبوا مني المساعدة. السبب اللي خلاني أقرر مساعدتهم لأن حلمي إني كان أبقى فارس. حماية الضعيف واجب الفارس. وبيكون بيسلم على شخص وبيقول للشخص ده قريتنا فقيرة، ولكن الحاجة اللي هديها لك دي هي كل كنز القرية، وهي أكتر حاجة أقدر أديها لك. وبيكون أنكريد مستغرب، وبيكون ده كنز. وبيكون أنكريد مستغرب بالمكافأة دي، وبيقول إنها مكافأة مضحكة مقابل ثمن المخاطرة بحياتي. هو ممكن الموضوع يكون بسبب الكنز ده؟ هل هذا الشيء يجعل اليوم يعيد نفسه وإنه يرجع بالزمن فقط حتى أتمكن من أن أصبح فارس؟ وقتها بيقول الفارس وبيقول له لابد أنك تتألم، سأرحمك. فبيضحك أنكريد في سره وبيقول رحمة هراء. وبيضحك الفارس بضحكة خبيثة وبيقتله، ولكن قبل ما يقتله على اللحظة الأخيرة بيرجع بالزمن وبنرجع لنفس اليوم يتعاد من الأول، وبيعيد نفس الأحداث، وبيروح لنفس الراجل وبيقول له علمني قلب الوحش، وبيبدأ يعلمه. ولكن المرة دي حصلت حاجة غريبة، وإن أنكريد قدر يتفادى الضربة. حتى الراجل بيستغرب وبيقول له أنت إزاي عملت كده؟ إزاي أصبح جلد قلبك فجأة أكثر سمكا من العدم؟ فبيقول له أنكريد إنه اتدرب. فبيقول له الشخص ده الموضوع مش بالسهولة دي إنه يحصل بالسرعة دي. فبيقول أنكريد في مخه لقد حدث ذلك بالفعل أكتر من 10 مرات، كما قال إنه شعور تعلمته من موتي، فما بيعرفش يقول له حاجة. فبيقول له إنه اتعلمها بالصدفة. فبياخد سيف وبيقول له فلنتقاتل مرة أخرى، والراجل بيضحك
وبيبدأ القتال، وبيقول أنكيرد حتى لو تعلمت قلب الوحش سوف أتعرض للقتل إذا لم أتمكن من توجيه ضربة. والراجل بيهجم في ثانية على أنكيرد، وبيبدأ أنكيرد إنه يتفادى الضربات، وبيقول للراجل إلى متى ستستمر في المراوغة يا قائد الفرقة. وبيهجم هجمة تانية ولكن أنكيرد بيتفاداها بكل صعوبة. وبيقول أنكيرد إن تقنية السيف الوحيدة اللي هو يمتلكها هي تقنية سيف المرتزقة فالين، إنها تقنية سيف غريبة صنعها مرتزق معروف باسم فالين. بعض الأشخاص بيتحدثوا عنها بالسوء، يطلقون عليها خدعا تافهة. والراجل وهو بيهجم على أنكيرد بيقول له قوة جزءك السفلي ضعيف جدا ولازم يقويه. فبيقول أنكيرد لا يزال لديه التقنية الأكثر لائقة، وبيبدأ يستعد وبيفتكر زي ما عمل الفارس بالظبط وبيهجم عليه. وهنا كانت الصدمة، بيتفاجئ انه عمل نفس حركة الفارس. وبيقول ان لما مات بطعنته اكتر من 10 مرات جسمه يقدر يحفظها. وبيكون الشخص اللي بيدربه متفاجئ، وبيقول له الراجل ان مع كل اللي اظهره لحد دلوقتي تلك الطعنة الاقوى لازم تعملها مرة تانية مع بعض التأثير. ولكن هو مستغرب من حاجة في الحتة دي، لازم ايده كانت تنزف. شيء مثل هذا الشك، انت متشكك جدا في نفسك، الهجوم ده من المستحيل انه يفشل. طب لو اتصدت دي انا اعمل ايه بعد كل ده؟ فبيقول للشخص اللي بيدربه يجب ان تقول ان لا تستطيع تفادي ذلك، وتقول انت لحم ميت الان. هتضمن لك الكلمة دي ان انت مش هتفقد قبضتك عند سيفك. وبيبص أنكيرد على ايده وبيفتكر هو بيقاتل الفارس، وانه لما كان على وشك الموت انا عرفت ايه السبب، انا ما كانش عندي ثقة في سيفي. وبيكون أنكيرد جاب اخره وهو بيقول له كده، وبيقول له انه ما يقتلهوش، ولكن بالرغم من كل ده الفارس بيقتله. وبيقول أنكيرد لازم انا اضربه وانا قصدي ان اقتله، وبيزعق جامد وهو بيقاتله. وبيفتكر لما الفارس كان بيضحك له بكل خبث وهو خلاص على شفير الموت، وبيقول له انه باخده كل خطوة للامام في كل مرة. لا انا مش هظهر لك بعد الرحمة. وبيفتكر لما الفارس بيقول له انه مش هيظهر له بعد الرحمة، وانه باخده كل خطوة للامام في كل مرة سيتقدم حتى لو كان مجرد ربع خطوة، لكنه بيفشل مرارا وتكرارا. في يوم 111 بيفشل برضه، وفي يوم 123 بيفشل ومع تكرار الفشلات، واخيرا في يوم 124 بعد كمية التعب بيصرخ بقى على صوته لدرجة انه بيهجم على اللي بيدربه بالسيف وبيهزمه. بيخلي الراجل يخاف منه وبيقول له هو انت مجنون. وهنا كانت الصدمة اننا بنشوف صاحبنا أنكريد عليه دم، ده كان بيعتبره هو الفارس. وبيقول له الشخص اللي بيدربه انت ليه بتضحك المجنون. وهنا اخيرا أنكريد بيبقى عارف الحل. أنكريد خلاص بقى قوي لدرجة انه يقدر يفوز الفارس. انتظروني في الجزء الثاني من حكاية أنكريد الفارس الأقوى، وأخيرا أنكريد هينفخ الفارس. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ أحداث جامدة في الانتظار. ما تنسوش تصوتوا في المنتدى عشان لو مش عاجبكم الحكاية غيرها. عارف ان الفيديو قصير بس قلت انزل لكم فيديو في السريع، وبكره ان شاء الله هنزل لكم الجزء الثاني لو عجبتكم الحكاية، وهيكون الفيديو 20 دقيقة، وعلى حسب التفاعل لو الفيديو جاب 1000 لايك هنزل لكم الجزء الثاني 30 دقيقة. واخيرا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، ويلا سلام.